الفلوماك او بيقولوا عليه اوتوماتيك موتور الميه، وده غير الاوتوماتيك اللي كنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت. الفلوماك ده ايضا مسؤول عن توصيل الكهرباء للموتور بشكل اوتوماتيكي بناء على رغبه المستخدم. الفلوماك بيركب على الموتور بالشكل ده، الميه بتدخل من هنا وبتطلع من هنا، خط الكهرباء الرئيسي بيدخل على الكابل ده، الفلوماك بقى يبتدي يحس بمرور الميه. لو الميه مرت من هنا كده، الفلوماك بيحس ان في تدفق ميه، فبيوصل الكهرباء من الكابل ده للكابل ده اللي داخل على الموتور، لانه في هنا في الداخل ثقل معدني كده. بص اللي انت سامع صوته ده ثقل معدني هنا. الميه وهي بتتحرك بترفع الثقل ده. الثقل ده ممغنط مع كارتة هنا او بوردة الكترونية. الثقل ده لما بيبعد عن الكارتة بيدي اشارة للفلوماك ان في تدفق ميه، وبالتالي بيوصل الكهرباء من الكابل ده للكابل ده، فالكهرباء بتوصل للموتور، الموتور بيشتغل وبيدفع الميه. اول ما الناس بتقفل حنفيات يعني تدفق الميه بيقف. الميه هنا اللي نازله في الماسوره دي ليها وزن، بتنزل بترجع تاني على الثقل المعدني اللي هنا، بيرجع بيقرب للسنسور اللي في الكارته دي، فبيفهم الفلوماك ان كده الميه خلاص وقف التدفق، فبيقطع الكهرباء من الكابل ده عن الكابل ده، وبالتالي بيقطع الكهرباء عن الموتور، فبيوقف تدفق الميه. انا بقى لو عندي فلوماك زي ده وعايز اختبره، الحكايه كلها بتعتمد على ان انا اوصل هنا حمل بيعبر عن الموتور، يعني ممكن تكون لمبه، وبوصل هنا كهرباء 220 فولت. اعمل الفلوماك على عدلته كده. المفروض ان هو كده بيوصل كهرباء للموتور. اول ما اوصل له كهرباء هنا يوصل كهرباء للموتور 10 ثواني او 20 ثانيه على حسب برمجه الفلوماك، ولما ما يلاقيش فيه تدفق ميه بعد ال10 ثواني دول بيفصل الكهرباء عن الموتور. وبعدين بميل الفلوماك كده بحيث ان الثقل ده ينزل لتحت، وبالتالي هو كده الفلوماك فهم انه في تدفق ميه، فبيعمل على توصيل الكهرباء بشكل دائم للموتور. يعني اللمبه في الحاله دي هتنور بشكل دائم طول ما الثقل ده نازل لتحت كده، او هو في الوضع العادي هو مرفوع لفوق يعني. فلو كده قطع الكهرباء عن الموتور وكده وصل الكهرباء للموتور، يبقى الفلوماك ده شغال بشكل سليم. طيب تعالى نشوف ازاي بنقدر نختبر الفلوماك ده بشكل عملي. بفكرك إن القناة عليها قوائم تشغيل مرتبة للمبتدئين من أول الأساسيات ولحد الاحتراف في كل ما يخص الهندسة والصيانة العامة. أنا أحمد داوود، دكتور هندسة. دكتور هندسة. هي دي اللمبة الحمل بتاعنا اللي هي الموتور. أنا وصلت كهرباء، شوف هو كده شغال، المفروض 10 ثواني ويطفي. تمام. طيب لو في بقى ميه تدفقت، يعني المغناطيس هتطلع لفوق، فاحنا هنميل بس الفلوماك كده عشان المغناطيسه طلعت لفوق، في تدفق ميه. طيب نرجع المغناطيسه مكانها، نقفل الحنفيه، عد 10 3 4 5 6 7 8 9